عودة من جديد والفقرة الثانية من نايل كورة اليوم مع ناقدنا الرياضي الشاب مؤمن الجندي الصحفي بالفجر الرياضي. برحب بك مؤمن. اهلا بيك زميل العزيز مرسي وكل مشاهدي نايل سبورت. لا محمد بقى، الناس بتزعل مرسي دي. محمد مرسي. لا محمد. ماشي. وكل مشاهدي نايل سبورت ونايل كورة في كل مكان. الله يخليك يا مؤمن. وانا قبل الفاصل كنت قلت انه جماهير ليفربول العاشقة لهذا النادي العريق فرحت بقدوم يورجن كلوب لتدريب النادي بعد مسيرة ناجحة في الدوري البوندسليجا ونجاحه مع بروسيا دورتموند، وكان هو حلمه انه يوصل او يدرب في الدوري الانجليزي، مع ان كان في كلام انه ممكن يخلف جوارديولا في تدريب البايرن ميونخ. يمكن المعلومات اللي قلتها طبعا كلها صحيحه، وهو الراجل طبعا لا خلاف ولا شك على قدرات يورجن كلوب، قدرات كمدرب وكشخصيه بتقود اللاعبين داخل الملعب، ده لا خلاف عليه. ويمكن هو فعلا كان قال قبل كده ان هو حلم من احلامه ان هو يخوض جوله تدريبيه او تجربه تدريبيه في الدوري التجربه دي، وهو دلوقتي بقى كمان من ضمن يعني في السوق المدربين بقى السعر بدا يعلى دلوقتي بمناسبه انه راح لليفربول يعني. وهو طبعا حقق رغبه بالنسبه له، ونتمنى طبعا ان هو، وانا شخصيا بحب ليفربول يعني. بكل تاكيد انجازات كبيره وكثيره ليورجن كلوب مع بروسيا دورتموند، في ان كان حصوله على الدوري او كاس السوبر او كاس الالماني او حتى الوصول لفاينل 2013 تشامبيونز ليج. انجازات كبيره جدا، واكيد ليفربول لانه الراجل حماسي جدا، ويمكن كانت معظم مشاكله في البوندسليجا ودايما كان بيتم ايقافه بشكل كتير بسبب انه حماسي جدا. هو مدرب حماسي بكل الاشكال. نروح للنادي الاهلي في الشأن المحلي، انه نادي كبير برضو. واستقبلت ازاي استقدام جوزيه فيكتور دوس سانتوس بيسيرو؟ والله بيسيرو ده محير الاهلاويه كلها دلوقتي يعني عايز اقول لك اصلا من قبل ما اطلع لحد ما اجي من تحت من الاسانسير لما طلعت فوق كل الاهلاويه كل الناس بتسال على المدرب ايه وضعه ايه بتاع ويمكن الانطباع العام طبعا انا مبدئيا عايز اقول ان الراجل طبعا السي في بتاعه قد يكون مثلا ما فيش نجاحات كبيره جدا. يمكن اول حاجه بتذكر في الانجازات بتاعته ان هو تصدر دوري الدرجه الثانيه لمده لاكثر من 3 مرات او 3 مرات بالظبط. فده اكتر حاجه هو حققها، فطبعا ده بالنسبه للنادي الاهلي كسي في مدرب ده شيء غريب. فيمكن ده الشيء الاول. الشيء الثاني، الناس كلها شايفه ان الانطباع اتاخد خلاص عن المدرب ده مدرب فاشل، وان هو مدرب ما عندوش شخصيه، وان هو طبعا الناس كلها بدات تدخل على النت، وطبعا المواقع كلها بدات ان هي تتبارى في، على فكره من فتره يعني من ساعه ما جه اسم بيسيرو بدات الناس كلها تعمل انفوجرافيك وتعمل تقارير. ويمكن برضو بس لغه الجسد بالنسبه لك او اللي شفته لهذا المدرب بتقلق منها، ولا ده ممكن يكون وارد وطبيعي جدا؟ لا، هو لا شك ان لغه الجسد ان انت تقراه قبل ما يبدا بقى يشتغل بالفعل مع النادي الاهلي. بالظبط، هي لغه الجسد يا مرسي دايما مهمه يعني. ده ما نقدرش نغفل الحاجه دي، هي مهمه طبعا. مهمه ان انت تقرا الشخصيه اللي قدامك بالظبط. والراجل انا برضو مش عاوز اخد الاتجاه العام دلوقتي بتاع الشارع. الناس كلها دلوقتي بتقول ان هو مدرب فاشل، وهو على فكره يعني هو ممكن يكون مثلا ما نجحش مثلا قبل كده كحاجه كبيره يعني، او سي في قوي بمعنى ادق، لكن ممكن وارد جدا ان هو ينجح مع النادي الاهلي. وارد جدا يعني. بس الاستاذ ايهاب الفولي قال لي في مداخله هاتفيه في الفاصل يعني او في القسم الاول من حلقه اليوم، قال تخيل معايا يا محمد لو في يعني اول لقاء لعبه اتعادل في الدوري مثلا، ايه اللي ممكن يجرى من جماهير الاهلي؟ بالظبط. هو الراجل يعني بيسيرو سيرحل عن الاهلي قبل ان يبدا. لو هو حصل منه مثلا يعني نتيجه هو هيحصل. وده هو هيحصل، لان النادي الاهلي اصلا لسه ما وصلش لمرحله الانسجام الكامل ما بين الصفقات الجديده وما بين اللعيبه القديمه. مش هيبقى في انسجام في مجلس الاداره الاول؟ هو مجلس الاداره انا عايز اقول لك برضو ان السبب الرئيسي في عدم عوده مانويل جوزيه، اللي هو مطلب جماهيري كان لجمهور النادي الاهلي كله، هو الخلافات او الاختلاف على اسم مانويل جوزيه داخل مجلس الاداره. انا في تصريحات خرجت من الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس الاداره من اكثر من حد من داخل النادي الاهلي. هو الكلام حلو، هو بيقول لك احنا ممكن نريح الناس ونجيب مانويل جوزيه، لكن احنا ما بنبنيش اختياراتنا والقرارات بتاعتنا يعني على كده برأي الجمهور. لكن لو حد فاهم كوره
مانويل جوزيه كان الحل الامثل للنادي الاهلي في هذه الفتره. في هذه الفتره تحديدا. تقصد انه الجمهور كان هيتحمله لو حصلت اخفاقات او تعادلات في الدوري، بس كان ممكن الجمهور يعني يعصر ليمون شويه. ده سبب من الاسباب. والسبب الثاني النادي الاهلي محتاج مدرب شخصيه قويه جدا تقدر يمكن احنا شفنا الكابتن فتحي مبروك ومع احترامنا الكامل ليه والشخصيته المحترمه جدا. كان حصل مشاكل كتيره وما بين عبد الله السعيد حسام غالي اكتر من لاعب والدنيا يعني فرطت منه زي ما بيقولوا. فمش عاوزين مدرب للنادي الاهلي يجي ما يكونش عنده شخصيه قويه في هذه الفتره العصيبه على النادي الاهلي. النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بالنسبه له لما خسر الموسم ده طلع يعني الناس كلها الاهلاويه الله يكون في عون الزملكاوي والله اعلم يعني مصيره ايه بالظبط. هو فانا برضو مع الاستاذ ايهاب ومع حضرتك ان الموضوع بسيره هيكون عليه ضغط هو يعني اوريدي خلاص عليه ضغط كبير جدا من قبل اصلا ما يجي مصر يعني. بس دي متهيالي بالذات في الانديه الجماهيريه يا مؤمن صعب قوي على المدير الفني انه يجي بجماهير عريضه كده يحس انه الجمهور مش قابله او الجمهور يعني وهو كمان مترقب له او متربص له. هو ما يعرفش حاجه كمان يا محمد. يعني الراجل جاي هو لسه ما يعرفش حاجه ما يعرفش حاجه فهو هيتفاجئ. هو هيتفاجئ من الضغط الجماهيري. هو عارف تاريخ الاهلي وعارف قوه النادي الاهلي وعارف البطولات اللي حصل عليها الاهلي وترتيبه ايه يعني عالميا كمان. مش انا طبعا انا عايز اقول حاجه بس يعني وانا جاي في الطريق فكلمت زمايلنا في النادي الاهلي فبيقولوا لي يعني فبسال عن سبب اختيار بيسيرو يعني ليه بيسيرو بالذات يعني. فاتقالت لي كلمه غريبه جدا قال لك اصل هم يعني بيقولوا ان مجلس الاداره مش قدامه غيره. فده لو ده حقيقي فدي تبقى كارثه كبيره جدا. لا دي تبقى كارثه كبيره جدا لمجلس اداره بحجم النادي الاهلي. وعنده واحد زي هيثم عرابي كمدير للتعاقدات الخارجيه باسمه وقدراته الجميله جدا في اوروبا بره ان هو مش معقوله. مش ممكن النادي الاهلي مش قادر يكون قدامه اكتر من سي في ويختار منهم سي في قوي. ده شيء يعني انا بالنسبه لي كارثه لو النادي الاهلي فعلا جاب بيسيرو عشان مش قدامه غيره. طب في نقطتين بقى هنا يعني مهم ان احنا نذكرهم يعني. اول هام هل هو جاي مؤقت لغايه ما كابتن حسام يخلص مع المنتخب الاولمبي ويعود من جديد للنادي الاهلي؟ والسؤال الثاني برضو انه كابتن محمد صيفي في الفاصل قبل الفاصل قال انه كمجلس اداره عشان موضوع جوزيه تحديدا قال انه عايز يجيب مدير فني يحقق معاه انجازات زي ما مجلس الاداره الماضي باسلوب الشخصنه جاب مدير فني فعايز نجح معاه زي جوزيه يعني. فهو عايز نفس الكلام يعني. شوف هو كابتن حسام البدري كانت الاسهم بتاعته كبيره جدا داخل مجلس الاداره خاصه باشمهندس محمود طاهر الفتره طبعا اللي فاتت وكان توصلوا لاتفاق والكابتن حسام البدري خلاص كان الكابتن حسام البدري عاوز يرجع النادي الاهلي في اي وقت يعني. هو مرحب جدا. لكن الرابطه دي ما اعتقد ان هي صعبه انك انت يعني تدخل نفسك في مدير فني اجنبي وتدخل نفسك في خلاص انا بقول في عداء او في يعني هو عداء مع الجمهور مجلس الاداره وتدخل نفسك تجيب لهم مدرب. يعني الناس كلها انفجرت وقت ما تسرب ان بيسيرو هيكون مدير فني النادي الاهلي. فانا بصراحه ما اعرفش يعني دماغ مجلس اداره النادي الاهلي. وبرده مش عاوز اقول ان الناس الموضوع مش شخصا لا هي الناس برضو يعني لها كامل الاحترام. قد يكون عندهم برضو من الرؤى ان هم شايفين ان الراجل ده ممكن يعمل حاجه مع النادي الاهلي. لا احنا بنطرح كل الكلام اللي بيثار يعني. احنا مش بنقول راينا الشخصي يعني. ده مش راي شخصي ده كل ده اللي احنا بنستعرضه ده اللي مطروح على الساحه. بس ده استعراض للي مطروح على الساحه عشان بس لا نفهم خطا ان دي توجهات مثلا القناه او دي تصريحات شخصيه مني انا او من مؤمن. لا احنا بنقول لحضراتكم اللي بيتم تداوله في الشارع والناس بتتكلم مع بعض ازاي. انه في ناس بتشوف ان هو الموضوع مش شخصا لكن هو ما فيش شخصنه في الموضوع هو خالص. هو محمد مجلس الاداره عارف الوضع اللي هو فيه دلوقتي اصلا. بالزبط. في ناس بتضغط دلوقتي اللي عايزين جمعيه عموميه وعايزين يشيلوا مجلس الاداره. ما هو في برضو اجندات عشان المجلس القديم في كلام كتير بس برضو بصراحه مطلقه مجلس اداره النادي الاهلي الحالي سقط في العديد من الاخطاء واخرهم ناجي جد والشريف عبد الفضيل و5 مليون جنيه دي يدفعوا في الهوا. انا برضو يعني مش شايف ان في مش عارف مين اللي بيحقق يا جماعه في يعني لما 2 لعيبه ما يلعبوش اصلا وياخدوا سنه من عقدهم ويمشوا وياخدوا ملايين والناس الغلابه في الشارع مش لاقيه تاكل اصلا يعني موضوع كده. طب معلش برضو شيء بشيء يذكر. انت ذكرت هيثم عرابي. هيثم نجح بالفعل انه يجيب صفقات رائعه للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي دفع كام؟ بالنسبه للصفقات؟ كتير جدا.
شوف مين هيحاسب على الفاتوره دي؟ قد يكون صفقه ايفونا هي من وجهه نظري اللي هي فيها مغالاه كبيره جدا، وده كان سبب. انا قلناه، اتكلمنا تقريبا، كنا في حلقه برضو، وقلت ان غلط جدا اللي بيحصل ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ان احنا ندخل ونعلي قصه لعيب والكلام ده وبس. فالشارع كان الفتره الاخيره ملتهب، الفتره الاخيره بالنسبه للجمهورين. وقبل السوبر دي بشرى برضو خير، الناس بدات كان في روح رياضيه شويه بعد الخروج الاهلي والزمالك من الكونفدراليه. خلاصه الكلام، انت غير متفائل من قدوم هذا المدرب للنادي الاهلي؟ لا، انا غير متفائل بالمره، ولكني برضو حابب ان الناس كلها خلاص ما تم مجلس الاداره تاخد تجربه وتشوف، سيبوا الراجل. هو الناس بتقعد تقول دايما ايه، مش محتاجين نجرب، يعني جريدو لما جه مش عايزين نجرب بقى، يعني هنقعد نجرب في الاهلي. والله ده حال ومصير جماهير الاهلي، لان هم معاهم مجلس اداره، الجمعيه العموميه اختارته، مجلس الاداره اختار راجل مدرب، فهو الجمهور مش قدامه حاجه غير ان هو خلاص يتفرج زي الناس. هنتفرج كلنا، ما بنعملش حاجه غير ده، احنا بنتفرج حقيقي. طيب نروح لاتحاد الكوره. احنا طبعا برضو بالنسبه عشان ما نبعدش عن النادي الاهلي، عندنا منتخبنا الوطني في الامارات، وقبل ما اخش على ماتش السوبر، شفت ازاي موضوع السنغال؟ موضوع السنغال يعني انا ممكن اقول كلمه، يعني كلمه واحده بس، وما نتناقش زي المره اللي فاتت تقول لي بلح برضو. لا، انا والله انا ممكن اقول كلمه واحده بس، بس مش هنتناقش في الموضوع، يعني هي كلمه واحده بس. يعني اتحاد الكوره ما بيعرفش يعمل اي حاجه ككوره، كاداره كوره في مصر. ما فيش اي، يعني انا بصراحه ما شفتش اي حاجه من هذا الاتحاد. يمكن كل مره ما اعرفش قدرا يعني بيخيل للناس ان انا بهاجم اتحاد الكوره. انا الحمد لله، ما انت يعني انا ماليش اي مصالح وماليش اي علاقات، ومش عاوز اي حاجه من اي حد، الحمد لله. بس احنا بنقول اللي لينا واللي علينا. اتحاد الكوره الحالي فشل ذريع مع مع الانديه، تنظيم مسابقه، جمهور، يعني منتخبات، مباراه وديه مش عارفين ننظمها. انت عايز اكتر من كده؟ والشركه غير معتمده. هيقول لك الشركه، انا ماليش علاقه بالشركه، انا ليا علاقه ان اي مؤسسه محترمه ليها مثلا رئيس مجلس اداره، وليها اعضاء، وليها ناس مندوبين، وليها ناس مديرين لجان، ومديرين اقسام والكلام ده. ما ينفعش تقول للشركه رئيس، مع احترامي للسيد جمال علام رئيس الاتحاد، خارج يقول احنا الشركه وهنحاسب الشركه. وبعدين في حاجه في هذا الموضوع خطيره جدا. كابتن مجدي عبد الغني خرج وقال ان في، لسه كنت هسالك على موضوع ال 10000 دولار. يعني قال لك خد 10000 دولار اكراميه، رشوه، هي رشوه يعني. عشان يسهل، ما نكملش الكلام. مساله، لا هو قال عشان يسهل موضوع حاجه في الملعب او كده للشركه، للمباراه. طيب انا عايز اسال سؤال دلوقتي. يعني الموضوع ده، هو الكلام بيتقال على الهوا خلاص؟ يعني مين هو بيقول معاه مستندات، كابتن مجدي عبد الغني بيقول طيب، ما هو المستندات دي برضو ما هي لازم تتقدم، ولو ما اتقدمتش المفروض ان انا يعني ما اعرفش ايه الجهه اللي المفروض اصلا تستدعي الكابتن مجدي عبد الغني ويبداوا يشوفوا ايه الموضوع ده اصلا. الموضوع ملعبك. لا هو برضو احنا شايفين، يعني انا معايا خبر علام يطالب الشؤون القانونيه بالتحقيق لمعرفه المتسبب في الغاء مباراه المنتخب مع السنغال. ده طلب منه كتحقيق بعد طبعا طلبات او مطالبه او اجتماعه مع وزير الشباب والرياضه، اللي كان واضح انه اجتماع ساخن جدا، وانه وزير الشباب والرياضه تحدث بلكنه او بلهجه شديده شويه، لانه لا يليق بمكانه مصر ووضعها الحالي انه اعمل مبارياتي بره الدوله يعني. وانا عايز اقول حاجه برضو في الموضوع، ان في برضو اتجاه لاعفاء الاستاذ حسن فريد عن الاشراف عن المنتخب في هذا الموضوع ده. رايك ايه في تصريحاته مع الزميل الكاتب الصحفي عصام شلتوت لما بيقول انه احنا نعمل اي حاجه للمستشار مرتضى، وانه هو ليه افضال كتير علينا؟ الكلام ده يصح؟ رايي، هو المستشار مرتضى مش محتاج منه الكلام ده بالمناسبه يعني. طبعا رايي ان لو الاستاذ حسن فريد، يعني مش عايز اقول اي كلام، يعني انا عايز اقول ان هو لو عنده قدر من اللباقه، ان هو لا يمكن يخرج بتصريح زي ده. ولو عنده، يعني وانا اسف ان هقول كده، يعني ولو عنده دم يقدم استقالته من الاتحاد. لا انا بتحفظ. يعني انا ما اقدرش، ماشي، انا ما اقدرش اخرج بتصريح يا محمد زي ده واقول انا تحت امر المستشار مرتضى منصور، واحنا تقريبا قال احنا مش عارف، قال احنا في الخدمه، او قال احنا
خدامين، مش عارف يعني، مش متذكر التصريح بالظبط. لا هو ما قالش كده، هو قال انه اللي يطلبه المستشار مرتضى اوامر، واحنا يعني وله افضل عليا وله افضل على اتحاد الكوره، واللي هو عاوزه هنعمله. وللاسف يعني انا برضو استغربت من موقف الاستاذ عصام شلتوت انه ما ردش عليه يعني بشكل او باخر، وقال له ازاي يعني الكلام كده. ماشي يعني ما هو بس الراجل بقدر بهذا الحجم ده نائب رئيس اتحاد الكوره يا جماعه. بالظبط. ما ينفعش باي حال، مع احترامي للسيد رئيس نادي الزمالك ومع احترامي للاستاذ حسن فريد. لا هو نادي الزمالك ملوش علاقه بالقصه اصلا، انا ليه علاقه بعضو في اتحاد الكوره ونائب رئيس اتحاد يدلي بهذه التصريحات اللي ممكن تثير الجماهير بكل الاشكال. ما ينفعش باي حال من الاحوال. وانا شايف ان اعفاء الاستاذ حسن فريد على الاقل ان هذا يكون عقاب اعفائه من الاشراف على المنتخب بهذا التصريح. وانا شايف ان اتحاد الكره كامل يقدم استقالته ونشوف. مش هيقدم استقالته. خلينا نكمل حديثنا عن اتحاد الكره والتصريحات الصادره عن اعضاء اتحاد الكره، لكن بعد هذا الفاصل. ارحب بحضراتكم من جديد. وطبعا انا تحفظت على كلام معين قاله مؤمن وهو معايا موجود دلوقتي، وبكل الاعتذار يعني اذا كان الكابتن حسن فريد قيل عنه لفظ او ما الى ذلك او كلمه هي غير مقصوده بالمعنى اللي ممكن توصل بشكل خاطئ، لكن انا بعتذر على الهواء مباشره وكنت حفظت على هذا الكلام. ده طبعا ده عشان انا اللي بدير الحوار يا مؤمن. لا طبعا لا حقك طبعا. هو بس انا عايز اقول حاجه بسيطه. ان الكلام طبعا احنا ما بنتكلم، انا بحب اتكلم بالبلدي شويه، بحب اقرب للساده المشاهدين الكلام. بتوصل كتير غلط لكن طبعا لا، وانا طبعا يعني طبعا انا قلت مع احترامي طبعا الشديد، احنا كشخصيه مثلا استاذ حسن فريد، كل الشخصيات يعني كل الناس لها احترام طبعا وتقدير، لكن احنا لما بنختلف يا جماعه بنختلف لصالح البلد ولصالح الوطن. ده امر لا نقاش فيه يعني. احنا ما بنختلف حول شيء، بنختلف عشان مصلحه البلد. طيب بس خلينا نروح لنادي المقاولين العرب. وكنت لسه في اتصال هاتفي، كان في معسكر لنادي المقاولين في المملكه العربيه السعوديه، وكان في كلام ولغط حوالين انتقال جده الى المقاولين العرب، وانه الموضوع لم يحسم رسميا، ودي تصريحات وليد فرج مراسلنا هناك. وقال لي كمان على موضوع الكابتن حسن شحاته، وانه مش في عقد ملتزم بيه مع المقاولين العرب، وانه موضوع اتحاد جده وانه يدرب هناك في السعوديه الكلام ده لسه مش مطروح. طب لو جه عرض الكابتن حسن شحاته مغري، هل ممكن يسيب المقاولين؟ لا اعتقد ان الكابتن حسن شحاته بحجمه واسمه وتاريخه الكبير جدا ان هو يعني يخل بالتعاقد بتاعه مع نادي المقاولين العرب. طبعا نادي المقاولين من الانديه المحترمه جدا واللي بتشتغل في هدوء. وطبعا مع سواء اتغير مجلس اداره او اتغير حتى المشرف العام على الكوره، يمكن المشرف العام على الكوره دايما في نادي المقاولين هو اللي بيكون يعني مباشر لاحوال كره القدم بشكل اكبر. وليد اهو في العمره مع كابتن حسن شحاته. عمره استفاد برضه وراح عمل عمره يعني. عمره مقبوله عقبالنا ان شاء الله. فلا اعتقد محمد ان الكابتن حسن شحاته يخل بالتعاقد بتاعه. واعتقد ان هو كمان كون فريق والناس عملت له اللي هو عاوزاه. واعتقد برضه بالنسبه لجده ان جده لاعبا في المقاولون العرب في الموسم الجديد. انت شايف كده يعني. طبعا دي بعض الصور واللقطات لكابتن حسن شحاته وبعثه نادي المقاولون العرب اللي عملوا شغل جامد جدا الموسم اللي فات، واستطاع كابتن حسن شحاته مع الجهاز الفني واللاعبين ان هم يهربوا من شبح الهبوط بكل تاكيد يا مؤمن. ولقاءات طبعا مع رئيس نادي الاتحاد السيد ابراهيم البلوي، وايضا المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون رئيس نادي المقاولين العرب، واجتماعاته دي طبعا جانب من حضور الجماهيري في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من نادي اتحاد جده. ويمكن كان المقاولين خسر في اللقاء الودي، لكن بكل تاكيد اللقاءات دي مفيده جدا مع بدايه الموسم يا مؤمن. اكيد طبعا احتكاكات كويسه جدا، وخاصه ان في تاشيرات للفرق اللي اوروبا عموما بتكون صعبه شويه بتاخد وقت. فبعض الفرق زي وادي دجله وزي المقاولين العرب خرجوا لمعسكرات عربيه واحتكوا بمباريات قويه اعتقد في بدايه الاستعداد طبعا للموسم الجديد. كابتن حسن شحاته برضو بالمناسبه طبعا شفت له تصريحات هناك كان مبسوط جدا، وشكر الاخوه طبعا في السعوديه على برضو التنظيم والاستقبال والكلام ده مش حاجه جديده على المملكه يعني. معايا خبر بس يا ريت يا جماعه تقولوا لنا المصدر بس. سويلم او العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكره بيقول الدفاع الجوي رفض استضافه لقاءات الاهلي بالدوري وملعب السلام هو البديل.
ازمه كبيره موضوع ان نادي كبير زي النادي الاهلي مش عارف يوجد له ملعب، ويمكن اللي حطه في الازمه دي جمهوره. طبعا، وكل سنه طبعا احنا بنتحط زي ما بتقول يا محمد في نفس الازمه. النادي الاهلي ونادي الزمالك برضو بيفضلوا الملاعب ده لا ملعب مشكلة. السلام، ملعب السويس، ملعب استاد القاهره. انا وجهه نظر ان احنا لابد قبل بدء الموسم الجديد ان وزير الشباب، والكلام ده انا قلته قبل كده، ان وزير الشباب والرياضه يقعد مع رئيس اتحاد الكوره، يقعدوا مع وزاره الداخليه، واعتقد ان هم قعدوا كتير بما فيه الكفايه، ويبتدوا يشوف يمكن بادره حضور الجماهير مباريات الدور قبل النهائي في الكونفدراليه. اعتقد انها بادره خير، ونقعد ونشوف ونلعب على استاد القاهره بقى، ونلعب على الاستادات اللي موجوده هنا بحضور جماهيري بسيط، بتقنين معين بقى بصوره البطاقه والكلام اللي الناس كلها يعني قتل بحثا هذا الموضوع. فاتمنى ان وزير الشباب والرياضه ياخد خطوه. الناس نفسها تحضر المباريات بشكل كبير جدا، الجمهور متعطش جدا للمباريات، فاتمنى من وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز انه ياخد هذه الخطوه اللي هتحسب له بكل تاكيد، وتحسب ايضا لاتحاد الكره لو نجح وقدر انه يقنع وزاره الداخليه بتامين الموسم الجديد بحضور جماهيري ولو حتى 10,000 متفرج يحضر المباريات. بكل تاكيد. لسه هنفضل في جانب نادي الزمالك ايضا واخباره، بس حابب ان انا سريعا اذكر حضراتكم بمواعيد او لقاءات اليوم في تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم وايضا كاس اوروبا. سلوفينيا امام ليتوانيا، مولدوفا امام روسيا، اسبانيا امام لوكسمبورغ، مقدونيا امام اوكرانيا، ليشتنشتاين امام السويد، انجلترا امام استونيا، سلوفاكيا مع روسيا البيضاء، سويسرا امام سان مارينو الجبل الاسود امام النمسا. ويمكن كان في تصريح مهم جدا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يهنئ في منتخب ايرلندا الشماليه عقب تاهله الى نهائيات يورو 2016. Huge congratulations to Northern Ireland on qualifying for the European Championships for the first time. دي تصريحات ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا على تويتر، هنأ فيها زي ما قلت لحضراتكم منتخب ايرلندا الشماليه عقب تأهله لنهائيات ايضا البرتغال رسميا في نهائيات يورو 2016 عقب تغلبه على الدنمارك بهدف نظيف. ويمكن دي اخبار نقلها لنا احمد فهمي. ايرلندا الشماليه زي ما قلت، يمكن دي اهم وابرز اللقاءات. طب ارجع لنادي الزمالك يا مؤمن، وعدم طاعه المستشار مرتضى منصور وراء اقاله اشرف قاسم من قطاع الناشئين بالزمالك، ومحمد صلاح مديرا لقطاع الناشئين بالزمالك خلفا لاشرف قاسم بعد موضوع رفض اشرف قاسم او كابتن اشرف قاسم لمجموعه من الناشئين تم فرضهم عليه من قبل رئيس النادي. اعتقد ان هو ده حقه كرئيس قطاع الناشئين ان هو طبعا يرفض. هو اقدر ان هو يرفض او يقبل لاعبين جدد في قطاع الناشئين، فاعتقد ان ده شيء حقه. وطبعا برضو القرار في النهايه بيكون لرئيس النادي، بيكون هو صاحب القرار الاول والاخير، خاصه المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك طبعا صاحب الراي الاول والاخير. والكابتن محمد صلاح اعتقد انها تكون تجربه جديده مع قطاع الناشئين. نادي الزمالك في افرازات جيده جدا، والنهارده قطاع الناشئين في اكثر من نادي في مصر ما شاء الله، في لعيبه في لعيبه جايه لمصر ان شاء الله. بس قضيه فرض مجموعه من الناشئين دي ايه؟ ما انا قلت انا بقول ان رئيس قطاع الناشئين طالما ان رئيس مجلس اداره عين وارتضى ان يكون فلان رئيس قطاع الناشئين، اذا هو المسؤول الاول والاخير عن هذا الموضوع. والحقيقه انه رئيس النادي برضو في فتره قريبه ما كانش بيتدخل في شغل الفريق الاول، وشفنا النادي بيحقق انجازات حتى وان كان خرج من الكونفدراليه، لكنه ادى اداء رجولي ورائع جدا جدا، خلى حتى الاهلاويه يحترموا الفريق الاول لنادي الزمالك جدا. هو يعني المستشار مرتضى منصور ناس كتيره جدا بتنصحه وانا واحد منهم، لابد انه يعني يهدأ من التصريحات الكثيره والعديد في القنوات العديده يوميا بشكل كبير جدا. هو رئيس لنادي بحجم كبير جدا في مصر وافريقيا والوطن العربي، فاعتقد انه من الافضل انه يكون بعيد عن وسائل الاعلام وانه يهدى شويه بين التصريحات الكثيره، وخاصه واعتقد ان احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره ونجله طبعا هو اصلا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، ولكننا طبعا ما بنشوفهوش في تصريحات ومداخلات زي رئيس النادي. هرجع تاني لموضوع ملعب السلام بتاع النادي الاهلي، لانه دي تصريحات العميد ثروت سويلم. كان في كلام
انه ملعب السلام هيبقى نجيل طبيعي، او هم بداوا بالفعل في تحويله الى نجيل طبيعي بالظبط. فده ممكن يكون كويس ولا المسافه بعيده او ممكن تعمل مشكله للنادي الاهلي؟ لا هي المسافه مش بعيده قوي وجهه نظري يعني، والملعب بيشكروا لو معمول بنجيل طبيعي هو فعلا بنجيل طبيعي، والناس بيشكروا فيه جدا انه هيكون ملعب كويس. هو بره البلد برضو يسهل تامينه برضو بالظبط افضل من داخل يمكن برضو في اشتراطات، بعض الاشتراطات الامنيه اللي الامن برضو هو على درايه بيها جوه الموضوع. بالظبط، تبقى جوه الموضوع بعض الاشتراطات الامنيه. بس انا اتمنى برضو اكرر ان احنا برضو نوصل لحل لحضور الجماهير في المباريات يعني. اكيد. للاسف بنخترع العجله. والله انا مش عارف يعني، احنا السعوديه والكويت وكل الدول يعني الحكومه، انا بتكلم عايزين مارجريت تاتشر داخل اتحاد الكوره. يعني المراه الحديديه عايزينها جوه اتحاد الكوره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الكاميروني حياته يتولى رئاسه الفيفا مؤقتا. كانت لجنه القيم والانضباط بالاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا خلاص اوقفت بلاتر، واللوائح الماده او البند 30 من الفقره السادسه بتدي الاحقيه لعيسى حياته او الاحقيه ليه انه يتولى رئاسه الفيفا حتى اشعار اخر يعني، حتى نشوف هيحصل اجتماع جمعيه عموميه، هيتعمل انتخابات جديده، ايه اللي هيحصل بالظبط، لكن حياته بيقول ان هو مش هيرشح نفسه او حاجه زي كده. كفايه يعني كده، كفايه بقى خلاص يعني. هل بيتم لملمه الامور بدل ما تحصل اشكاليات او في تنبؤ باشكاليات هتحصل واستدعاءات يعني كلامك عشان كده بيقول انا مش عايز هو كلامك طبعا قريب من الصحه فعلا. في قضيه فساد كبيره جدا في سواء الفيفا والاتحاد الافريقي برضه، وعيسى حياته طبعا كان قريب جدا من جوزيف بلاتر الرئيس الفيفا السابق. نعم. واعتقد ان الموضوع كبير ولسه لحد دلوقتي احنا مش يعني لسه نهايته مش دلوقتي خالص. يعني احنا ان شاء الله لما نوصل لنهايته لسه في وقت كبير جدا على ما توصل للنهايه وتشوف كل الحقائق وتشوف مين اللي كان متورط ومين اللي دخل في المواضيع، وبقى الموضوع كله داخل في بعضه. الامير علي بن الحسين، يعني وجهه نظرك يا مؤمن من خلال استقراءك كده للشارع الرياضي العربي، انت شايف ان في تأييد كبير للامير علي بن الحسين انه يقبل على هذه الخطوه مره اخرى وينافس فيها، خاصه ان بلاتيني خلاص تم الاطاحه به ايضا بعد تورطه في مثل هذه القضايا؟ رايي ان طبعا يترشح مره اخرى ويكون موجود. الشارع العربي او التأييد من عدمه، واعتقد ان في تأييد كبير جدا من الشارع العربي للامير علي. واعتقد ان هو برضه له بعض العلاقات الخارجيه الكويسه، والناس في بعض الدول المتوسمه في خير. بس نتمنى الاتحاد الاسيوي ما يخذلوش زي ما حصل. وكمان الاتحاد وعندنا برضه يعني، احنا هنا المره اللي فاتت عندنا حدث ولا حرج، فضلنا يعني تقريبا اعلنوا على الراجل كان عندهم، وتقريبا ما اعلنوش ان هم هيأيدوه. ده شيء غريب جدا كان في وقتها يعني. فانا اتمنى ان احنا حتى نعلن. هو كان بيقول يعني مش عارف احنا بنعلن يعني ايه من تحت لتحت، ما بنعلنش كده صراحه ان بيان رسمي يخرج من اتحاد الكوره ان احنا بنأيد الامير علي لرئاسه الفيفا يعني. اتمنى برضو ان ده يحصل يعني. لقاء السوبر ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي في ان شاء الله في الامارات، وتصريحات كوبر ايضا بانه نفسه يشوف ماده اعلاميه تقرب اللاعبين من بعض، وانه التشاحن او التلاسن ما بين الجمهورين وايضا الحاله النفسيه ما بين لاعبي الاهلي والزمالك تعود من جديد للالفه وللحب وللود عشان خاطر منتخب مصر. انت بتشوف ده ازاي؟ شوف اللعيبه محمد بينها وبين بعضهم ما فيش اي كلام، الناس كلها متفقه ان لعيبه الاهلي والزمالك اصحاب واخوات. وفي اما الكوبر ليه بيقول كده؟ ما اعرفش، دي تصريحاته، لكن الناس كلها وده امر واقع، انا مش بقول كلام من عندي. تمام. اللعيبه قريبه جدا من بعض، وفي لعيبه من النادي الاهلي ما بتخرجش غير مع لعيبه من النادي الزمالك، يعني ما بتخرجش مع زمايلها في الاهلي، تخرج مع لعيبه في الزمالك، واعداد كتيره. والوضع دلوقتي ما بين اللعيبه في الاهلي والزمالك اعتقد انه افضل علاقات من مده طويله جدا. فده رايي بالنسبه للعيبه. بالنسبه للاعلام ده شيء مهم جدا، ولكن ارى ان تعامل القنوات والبرامج الرياضيه ما زال بخير. الناس ما بشوفش ناس كتير بتخلق يعني اللي هي الا يعني نادرا، وفي ناس معينه معروفه بالاسم يعني. فاعتقد ان ده اللي مولع الدنيا بشكل كبير جدا هو السوشيال ميديا والفيسبوك. واتمنى ان يكون
في مرد لموضوع السوشيال ميديا والفيسبوك، لان الموضوع ده مغرقنا ومودينا في داهيه، ويا ربنا يسترها الفتره الجايه ما يوديناش لكارثه جديده، يعني كارثه ثالثه. فاتمنى ان الناس تهدى على السوشيال ميديا. وفي عز، انا اسف طبعا احنا قربنا من النهايه، بس النقطه دي مهمه. لا اتفضل. احنا متهيألي الحاله اللي كانت موجوده في الكونفدراليه دي عايزينها. ما هي الحاله دي يا محمد ممكن بتتضرب، يعني في حاله اتضربت بباسم مرسي ده لا، بتتضرب قبلها ممكن كومنت واحد يضرب العمليه كلها. يعني واحد يكتب كومنت، تلاقي الناس اللي كانت لسه بتقول نتمنى للاهلي التوفيق ونتمنى، تلاقي الشتايم والدنيا. يبقى كلنا احنا ما نبصش للمتعصبين. اتمنى ان احنا نكبر مخنا يا جماعه، ونشوف ان احنا الكره ماشي. انا عارف ان الكره بدون تعصب ليست لها قيمه ومتعه، لكن لا، في تعصب عن تعصب يفرق. لا، باحترام بالظبط. هو الموضوع كله كيد، هو كل واحد خايف يروح شغله زميله يتريق عليه او هي كلها كده. لكن هو في الاساس هي المفروض يبقى في روح رياضيه. بالظبط. يبقى في تعصب لفريقك، تمام، تعصب بس لفريقك، لا تتعدى على، وفي نفس الوقت يبقى عندك روح رياضيه. بالظبط كده، تمام. ولو مش عايز تشجع، يعني انا عادي، ما انا لو مش عايز تشجع، مثلا انت زملكاوي مش عايز تشجع الاهلي، عادي براحتك يعني. بس ما تتمناش ان هو يعني يخسر، او تتمنى انه يعني عادي انت ما تشجعوش، فاهمني. بس انك تتمنى انه يخسر وتبدا انك انت تكتب حاجات واصحابك والدنيا، الظاهره دي تختفي. فاتمنى. طيب مفيش حاجه كده بتخصنا بيها في نايل كوره ان ده هيبقى اخر حاجه غير جده؟ ماشي. غير جده، انا بقول ان عمرو جمال مهاجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مرحب بالانتقال لنادي الزمالك. مرحب بالانتقال لنادي الزمالك، وفي كلام اتفتح مع اللاعب من فتره، مش هقول لك من فتره قريبه، وهو مرحب باللعب في نادي الزمالك. وانا بقول نصيحه لعمرو جمال، هو مهاجم يمتلك مواصفات رائعه جدا، وعايزه يعني يثق في نفسه زياده، ويكون عنده ثقه زايده. يعني عادي، هو لعيب صاعد، احنا بنحذر اللعيبه من الثقه الزايده، لكن انا بقول لعمرو جمال خلي عندك ثقه زايده في الملعب. وانت كلماتك اللي انت بتقوله ده كان تصريحات شخصيه من عمرو ليك؟ لا مش تصريحات شخصيه، لكن دي معلومه عندي، انا بقول معلومه مؤكده ان هو عايز يروح الزمالك، او ما عندوش مشكله. لا، هو مش عايز يروح الزمالك. هو عمرو جمال، واللي انا هقولها دلوقتي دي معلومه الناس كلها عارفاها. عمرو جمال زي ما بيقولوا كده بالبلدي مزمزق ايفونا وانطوي لما جم الاهلي، وان كابتن فتحي مبروك طبعا كان بيعتمد بجون انطوي بشكل كبير جدا. طبعا لما حصلت الهوجه على ايفونا، فبدا ان ايفونا ياخد فرصه، فعمرو جمال مزمزق وخايف وقلقان، وده شيء عند لاعب الكره مش كويس. فهو المعلومه اللي عندي ان هو لو فضل ما يلعبش وقعد على الدكه، عمرو جمال بيرحب بالانتقال واللعب لنادي الزمالك. دي المعلومه اللي عندي. طيب الشناوي مكمل مع الزمالك؟ الشناوي مكمل مع نادي الزمالك، واعتقد ان رئيس النادي لن يترك الشناوي يرحل عن الزمالك، ولا حتى للاحتراف الخارجي. الاحتراف الخارجي لو جاله عرض كويس جدا، مش كويس بس، كويس جدا، مش كويس بس، كويس جدا، اعتقد ان هو هياخد فرصته في الاحتراف بكل تاكيد. مؤمن الجندي الناقد الرياضي بالفجر، انا بشكرك على حضورك، شكرا جزيلا. شكرا لك مرسي طبعا، وبشكر اسامه عبد العزيز رئيس التحرير، ومحمد عظيمه، وشريف سلامه، ووليد فرج، وكل اسره التحرير، عاطف يحيى كل اسره التحرير والاخراج. بشكر طبعا مشاهدي نايل سبورت ونايل الكوره في كل مكان، وعلى امل ان يتجدد اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله يتجدد اللقاء الجمعه المقبله وحلقه جديده من نايل كوره، ننقل لكم كل كواليس كره القدم المصريه والعالميه. الى اللقاء.